نقول إن وقت الشباب ضاع فعلا. تفضل. أولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا الوقت وأهميته في الحياة وأهميته في يوم جميع البشر والناس. الوقت دائما نقول متى يضيع. الوقت يضيع لما يكون ما عنده هدف، يكون ما عنده تخطيط. الوقت يضيع لما يروح بلا أي معنى، بلا أي خطط، بلا أي شيء تستفيد منه. والوقت دائما نحن نقول الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. فالوقت دائما عندما يذهب هباء منثورا هذا هو معناته أن ما استفدنا منه ولا لحقنا فيه شيء. عندنا في يومنا 24 ساعة. 24 ساعة إذا ضاعت عد حنا كلنا نضيع الوقت. ما حد يقول. ناس قلة من القلائل اللي ما شاء الله يستفيدون من الأوقات. أنا واحد من الناس اللي بعض الأحيان وفي أكثر الأحيان أضيع الوقت بلا معنى. فأقول لك يا من الشباب، اليوم ناخذها من وجهة الشباب اللي قاعد تضيع وقت، من الناس اللي قاعد يضيع عليهم الوقت. والله الوقت قاعد يضيع بلا أي فائدة وبلا أي هدف. يعني تروح تقعد طول اليوم تمسك الجوال، تقعد تتابع في المسلسلات والأفلام. إذا سويت واستفدت بعض الأحيان يكون عندك ورد في يومك، يكون عندك أشياء بسيطة تسويها. أما باقي اليوم فيروح زي ما قلنا بلا أي هدف ولا أي معنى، وهذا هو ضياع الوقت الآن اللي يصير في الشباب. جميل. نعم. هل الشاب يا أنس، أحسن الله عليك يا عمر، هل الشاب يا أنس هو المسؤول الأول عن ضياع وقته، أم أن الظروف تفرض عليه ذلك؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني، اللهم آمين. طيب، سؤال مهم، ولكن خلينا احنا نقسم الأمور إلى عدة أقسام. خلينا لا نقول بأنه نحمل الإنسان كامل المشكلة في موضوع ضياع الوقت. الظروف أحيانا ترى تلعب دور. الآن نحن كشباب، الأمور اللي أنت قاعد تدخل فيها بشكل يومي، مثل الضغوطات الدراسية وضغوطات العمل والضغوطات الحياتية، خليني أقول لك بشكل عام، ولكن أنا قاعد أحدد موضوع الضغوطات اللي غالبا تكون مع الشباب في سن الشباب. هي غالبا تكون دراسية، بداية عمل، اللهم صل على محمد. قد يكون مثلا واحد ما شاء الله متزوج مبكر، فنقول يعني بداية تكوين أسرة. هذه غالبا الضغوطات أو المشاكل أو أكثر شيء يسحب الوقت. وهذه في الحقيقة أنا لا أقول إنها ضياع، وإنما أقول هو أمر يعني أنت تستفيد منه. الواحد لما يكون مضغوط وقاعد يسحب من وقته في الدراسة، فهو قاعد يسحب من العلم، ما قاعد يسحب على شيء فاضي. وإذا كان قاعد يسحب من عمل، فهو قاعد يستفيد من إيش؟ من خبرة. وإذا كان هو قاعد يعني يروح في مثلا الوقت قاعد يسحب من أجل العائلة، فهذا ما هو ضياع. ولكن في ظروف أخرى أنت قدر المستطاع تستطيع أنك أنت توزن كل ظرف وتعطيه الوقت المناسب له. بمعنى أنه الآن العمل، خلينا نمسك مثلا موضوع العمل. موضوع العمل الآن حاجة أنت محتاج أنك أنت تعمل من أجل أنك أنت تسد الظروف اللي عندك، تسد الإيجار، الأكل، الشرب، إلى آخره. ولكن في وقت أنت الآن عندك 24 ساعة، لا يمكن بأنك أنت تقضي 17 ساعة في العمل. هذا ضياع. هنا الظرف ما أثر على ضياع الوقت. جميل؟ هذا الظرف عفوا أثر على ضياع وقتك، لأنك أنت مثلا محدد لك بأنك أنت تشتغل 8 ساعات. شوف، جالس لي في الشركة إلى أو في أي مكان 20 ساعة. أنت الآن هذا ضيعت وقتك وخليت فيه مسؤولية ثانية قاعد تروح منك. أنت الآن يوم تنزل كل شيء وتعطيه حقه، يعني أنت الآن لك حق وقت في العمل، في عقد، في لك حق الدراسي لنفسك، اختبارات نهائية، عندك ما شابه ذلك، في حق للعائلة، في حق للأصدقاء، في حق لنفسك. فأنت يوم تستطيع أنك تقسم أوقاتك بشكل سليم، كذا الأمور بتكون
ماشيه بشكل سليم. اما اذا كان الوضع مفتوح بحري، انت ما انت مخطط، لا الظروف هنا بتدخل عليك. الظروف هي موجوده، ولكن انت كيفيه التحكم بالوقت مع الظروف. جميل. جزاك طيب الله خير. عمار، ايش اكثر شيء يسرق وقت الشباب اليوم دون ان يشعروا؟ لان الوقت كما ذكرت اخي عمار واخي انس قد يذهب احيانا. في عباره يعني معروفه عند الناس، يقول لك والله ما حسينا بالوقت. ما حسينا بالوقت، يعني ما هو اكثر شيء يسرق اوقات الشباب دون ان يشعروا؟ والله أكثر شيء يسرق أوقات الشباب في هذه الأيام يعني معروف التواصل الاجتماعي أو الجوالات والهواتف. لكن أنا أضيف عليها شيء، في عندنا الهموم، التفكير الزايد، في عندنا التفكير في المستقبل، عندنا الأشياء هذه. كما زي ما تكلمنا في حلقات سابقة عن الأشياء هذه، التفكير في المستقبل والأشياء هذه لا تأخذ من يومك أو من وقتك يمكن أيام، وتضيع اليوم الأول والثاني والثالث وأنت بس قاعد تفكر وماشي. عندنا أيضا زي ما قلنا الجوالات والهواتف، بتقعد تدخل في مواقع التواصل الاجتماعي وتلفلف تلفلف ولا أي معنى ولا تستفيد أي شيء. مع أنه الجوال أو الهاتف نقدر نستفيد منه في أشياء كثيرة، نقدر نستفيد منه في الدراسة، نقدر نستفيد منه في العمل، نقدر نستفيد منه في نشر رسالة، نقدر نستفيد منه فكر توعوي أو حاجة إيجابية لنا في حياتنا، نقدر نعطي فيها أشياء كثيرة. والجوال صار ماخذ من حياتنا حيز كبير جدا، كلنا صرنا زي كذا. الجوال لا يفارق أيدينا أينما ذهبنا، يعني وين ما تكون، في البيت، برا البيت، لما تكون قاعد مع الأصدقاء تكون ماسك الجوال، لما تكون وانت بكرامة في بعض الناس حتى هم داخلين دورات المياه بالجوال للاسف. هذا ويدخل لك ويقعد ساعة ونص ساعة ولا يحس. بل هذه آفة منتشرة. يقول لك يا أخي أنا إذا دخلت الحمام يكون معي جوالي أحب أركز. اي بالضبط. ويجي يقول لك ما أعرف أدخل إلا بالجوال. طب صلي على النبي. أوكي، مرة تمشي مرتين يقول لك ما أعرف أدخل، فهذه مصيبة صراحة. فالوقت دائما يضيع في أشياء ما لها معنى ولا لها داعي. فأنا دائما أقول يعني يومك دائما لازم تحدد فيه نقاط تركز فيه يعني يكون عادي. امسك الجوال ما في مشكلة، هذا الجوال أصلا للتسلية وللترفيه وفي كل شيء، أنت لكن استخدمه بطريقة إيجابية. جميل. طب أنا ودي أركز على نقطة مهمة جدا في هذه النقطة تحديدا. أنا أحيانا يقول لك يا أخي من حلاوة الجلسة ما حسينا بالوقت معك. هل هذا الشعور يدخل في مضيعة الوقت، أم أنه يعني هذا شعور إيجابي؟ الوقت هنا ما راح بقى منثورة، إنما أنت يعني نفست عن نفسك، ويعني زي ما تقول إيش، غيرت جو. هل من الجلوس مع أحد من تحب وتمر الساعات ولا تشعر بمضيها، هل هذا يعتبر مضيعة للوقت؟ والله شوف، أنا من وجهة نظري ما أعتبر مضيعة وقت. البرنامج هذا وجهات نظر من وجهة نظري تمثل فقط المقدمين ويعني المتكلمين. تفضل. لا، من وجهة نظري ما أعتبر تضييع، بالعكس. لما تقعد مع ناس أنت ترتاح لهم الجلسة بتكون، طبعا الجلسة هذه إذا كانت فيها فوائد. أما تقعد جلسة فيها غيبة ونميمة وأشياء زي كذا ما لها داعي، هذا مضيعة وقت. لكن الجلسة يكون فيها مثلا نقاش عادي، حتى لو نقاش عن الكاسة هذه ما في مشكلة. بالعكس الوقت اللي تقول ما نحس فيه هذا من حلاوة الجلسة. لما ما تحس بالوقت مشى وراح، تجلس مع ناس انت ترتاح لهم تحبهم او تنبسط معهم، هذا الوقت يا رجال خلاه يمشي ان شاء الله يوم كامل، ما عندك مشكلة. ترفيه عن النفس، وفيه فائدة لك وللوقت، وفيه فائدة للنفس اصلا، للروح. تكون مرتاح وتفكيرك يصير احسن وتختفي الضغوطات عنك. بالعكس، فانا اشوف هذه ما هي مضيعة الوقت، بالعكس شيء مفيد لك. جلسة الأحباب والأصحاب واللمة الحلوة هذه صارت قليلة في هذا الزمن، يعني نحتاجها بكثرة. ما هي زي أول. يعني أول ما شاء الله كنت تطلع تجلس مع الناس كلهم ولا أحد ماسك الجوال ولا أي شيء. كان الآن صرت تطلع تسمع عبد الرحمن مع أنس، عاد ما شاء الله تبارك الله في كلام كثير ما يخلص ما شاء الله.
في من النقاشات والله صراحة دائما أقولها، في نقاشات كثيرة تدور بيننا، بس الحمد لله في كلها فائدة، كلها نستفيد منها. جميل. بعيد عن الجوال، بعيد عن التواصل الاجتماعي، بعيد عن الإزعاج هذا، بعيد عن التفكير الزايد. احيانا الواحد يترك الجوال في البيت يا اخي ويطلع. الله. اي والله والله العظيم. صراحة هذا شيء أشهد أنا. فانت من وجهه نظرك تشوف ان هذا لا. ما هي مضيعه الوقت؟ إيه ما هي مضيعة، يعني أهل لما تجلس مع الأهل بالعكس، لما تأهل جلسة حلوة يكون فيها الجبنة والبن، يا سلام، يكون فيها تكية حلوة هذه مع الله، الأصحاب، تاخذ الله. قهوة وشاي والأشياء ذي، يا سلام. يا حبذا إذا كنت متزوج تجلس مع زوجتك الله. جلسة مع أحلى رفيق في الحياة. ما شاء الله. هذه هي الجلسات اللي ما هي مضيعة للوقت، بالعكس فائدة لكل الأوقات. يعني انت جزاك. تشوف انها ايضا هي استثمار ايضا هي استثمار الوقت أكيد، للوقت. هذا شيء كبير. جميل جميل. طيب، من يوم ما بدينا هذه الحلقه انا اشوف في يعني مصطلح يتكرر في كل محور، خلينا نركز عليه. انس، هل الهاتف ووسائل التواصل اداه مفيده ام هي اكبر مضيعه للوقت؟ والله شوف، هذا موضوع الهاتف موضوع صراحة يعني صاير مؤرق، ويعني خليني أقول لك بشكل أدق آفة هذا الزمن. ولكن أنا يعني أرجع هذا الموضوع إلى طريقة استخدامك. أنا ما أقدر أقول لك بأنه هو شيء يسحب منك وقت وشيء ما منه فائدة. لا، الآن الجوال هذا فيه كل شيء. الآن لا عذر إذا أنت بتتعلم. مثلا إحنا لو نرجع للنقطة الأولى اللي تكلمنا فيها، هو موضوع أنه الشاب أكثر الضغوطات اللي هتكون موجودة في عمره هي ضغوطات عمل، ضغوطات دراسية، ضغوطات يعني بداية تكوين أسرة. الجوال إذا أنت استخدمته بالشكل الصحيح هو يعينك على أنك أنت تخرج من هذه الضغوطات. دراسيا خلينا نتكلم مثلا، دراسيا تستطيع أنك أنت تتعلم، تسوي كل شيء عبر الهاتف. انت الان خلاص يعني الجوال هذا يعني انت ممكن تسوي فيه مشروع، ممكن تسوي فيه بحث، ممكن تبحث فيه عن اي معلومه، تراجع فيه ملخصات، كل التطبيقات موجوده. يعني انت بدك تستفيد منه في الشيء اللي انت قاعد تشعر انه هو قاعد يسحب فيه من وقتك. اضافه الامر الثاني ضغوطات العمل. الجوال يحل لك امور كثيره في العمل، يعطيك فكره، يخرج لك بحل، اقتراح معين، طريقة ترتيب المهام، يساعدك أيضا. قد الإنسان يشتغل ترى بجواله، يعني أحيانا أنت تكون خارج المكتب ما معك لابتوبك ولا شيء، تخلص أمورك بجوالك. فأنا أعيد هذا الموضوع إلى طريقة الاستخدام. لازم يكون في ثقافة الوعي، بأنك أنت عارف أنه هذا جوال أنت إيش تبغى منه، لا تخليه هو اللي يتحكم فيك. جميل. ليش؟ لانه انت الان اتكلم مثلا على صعيد يعني ابسط لك الامور. هم واصلين الى مرحله، انت الان لو تجي تتصفح مثلا في الريلزات او في التيك توك، ماشي كذا مثلا وقفت على مقطع كره قدم، تلقى الجميع مر بهذا الموضوع. خلاص الان هم تلقائيا فهم بانك انت مهتم بهذا الموضوع، فيسحبك في الاول، في الثاني، في الثالث، فتلقى نفسك داخل في العاشر وانت ما تدري. ليش؟ لانه هو عرف انت ايش الشيء اللي تبحث عنه فاعطاك اياه. فهو حيكون اذكى منك ترى في سحب الاشياء اللي انت تبغاها. هو عارف ايش يعطيك العرض. هذا اللي يسموها الخوارزميات. يا سلام عليك. هو الان عارف ايش تبغى عشان يسحب من وقتك. حلو. ولكن انت اذا كان عندك وعي، انت عارف ايش ابغى انا، انت عارف ايش تبغى من الهاتف، فانت هذا الموضوع يعود اليك. بس هذا يا اخي نقطة صعبة جدا، كيف انت تسيطر على هذا التشتت يعني؟ لا هو ما هي نقطة صعبة، انما هي طريقة تفكير. الانسان لما يكون واعي في الشيء يستطيع انه يحله. ولكن هو ما عنده، يعني انسان فاتح الموضوع بحري، لا خلاص الموضوع كذا بيروح معك. يعني بيجذبوك، بيعطوك كل شيء، بيسحبون منك الوقت، هو هذا الهدف. ولكن اذا انت انسان فاهم ايش تبغى من استخدام الهاتف، وعارف ايش تسوي، واعي بانه واعي وفاهم ايش اللي قاعد يصير، لا انت تستطيع انك انت يعني كل الاشياء هذه توقفها عند حدها وتجزء وقت كذا وقت كذا وقت كذا وقت كذا. اذا لابد ان الشاب ان يعرف ما هي اهدافه من حمل الهاتف، وبناء عليها يتعامل حتى لا يضيع وقته. نعم.
طيب جميل جدا، الله يعطيك العافيه انس. طيب عمار، لا شك انه يعني ضياع الوقت له اثر كبير على الشاب. انا ما ودي اتكلم عن كل التاثيرات اللي اثر على ضياعته، انا ودي اركز على نقطه اساسيه عند كل شاب، الا وهي طموح الشباب ومستقبله. كيف يؤثر ضياع الوقت على طموح الشباب ومستقبله؟ اولا ضياع الوقت اثره ما يبان على طول، يبان مع مرور الوقت، حبة حبة. شوف زي النبتة يوم تسقيها وترويها وتعطيها، مع الوقت تكبر تكبر تكبر. وهكذا ضياع الوقت، مع الوقت بيضيع، مع الوقت بيختفي، طموح الشباب يختفي، كل شيء. فالوقت هذا اللي قاعد يضيع، سلامات يا عمر. الله يسلمك. مع الوقت هذا اللي يضيع ويمشي، تختفي معاه طموحات الشباب، تختفي معاه أهدافهم. بالعكس، إنما يتأثر ببعض الناس اللي تلاقيهم ناجحين. يعني ما شاء الله في شباب كثيرة ناجحة برضو، في نفس الوقت عندنا شباب ناجحة وفي شباب ضايعة أو قاعد تضيع الوقت. فتلاقي الشباب اللي مضيعين وقتهم قاعد يحسدون أو يغارون من الناس اللي مستثمرين وقتهم. فتبدأ هنا الغيرة وتبدأ المقارنة وتبدأ هذا. بالعكس، هذا ما يزيدهم إحباطا ويزيدهم انتكاسة. فهذا الشيء دائما يأثر، زي ما قلنا مع مرور الوقت تبدأ تضيع وتبدأ يختفي معاه كل شيء، ويبدأ مع الوقت هذا اللي يمشي. فتلاقي الشاب خلاص كل ما كبر كل ما ضاع عليه، المسؤوليات عنده ضعيفة، الاهتمامات في الحياة وأساسيات الحياة تلاقيها مختفية. تلاقي عنده أهم شيء عنده يصحى خلاص الجوال، يدور على الجوال. ونحن نشوف في الأيام هذه ناس ما تقدر تمشي إلا بالجوال، ناس ما تقدر تصحى إلا بالجوال، أول ما تصحى تدور على الجوال. وفي ناس لما تيجي تكلمهم، يعني الله يعافينا ويعافيهم إن شاء الله، تلاقيه مركز مكان ثاني، عقله مشتت. هذا قاعد يأثر مو بس على طموحه، قاعد يأثر على عقله، عليه هو شخصيا ذاته. خلك من الطموح هذا شيء. أولا خليه يعالج المشكلة هذه الآن الموجودة، بعدين ثم يفكر في طموحاته. فأنا أشوف إنه في شباب صار مشتت العقل والذهن، تيجي تتكلم معاه وهو مركز مكان ثاني، في عالم ثاني. والله يعني هذا اللي يسمونها ADHD، اللي هي نقص الانتباه وفرط الحركة. هذا مصطلح منتشر عند الشباب في السوشيال ميديا. إيه. يعني الطموح والأهداف تتلاشى شيئا فشيئا. يعني هي مو اليوم ضيعت وقتك، اليوم راح تندمر كل أحلامك مع الأيام، مع الوقت، حبة حبة. وهذا والله يا أخي تضيع. أنا يعني أشعر أنه أشبه ما يكون بالموت البطيء للدماغ. أي بالضبط. أنت كل يوم تخسر شيء، كل يوم تخسر شيء، حتى بعد سنين أو بعد شهور تكتشف أنك أنت ضيعت من وقتك وضيعت أيضا من مستقبلك وأنت ما تدري. ضيعت كثير اللي تقدر أنت تحول حياتك من إنسان عادي لإنسان كبير في هذا الحياة وذا طموح إن شاء الله. والله يا أخي مصيبة. طيب أنس، يعني الآن يعني خلينا نقول أنقذنا يا أنس. ما هي أول خطوة عملية يستفيد منها الشباب من يومه ويسيطر على كمية هذا الوقت الضائع؟ طيب، كما ذكرنا سابقا، هي ترى وجهات نظر في دي المقدمين. جميل، أكيد هي وأنا يعني أتكلم بما أراه مناسب لذاتي يعني. ولكن أنا أشوف والله أعلم بأنه أهم شيء ممكن يحل هذه القضية هو الوعي بقيمة الوقت. الشاب أو الإنسان بشكل عام، خلينا أنا هنا يعني لا أحدد جهة معينة، إنما الوقت ترى للجميع. لا يعني بأن الشاب هو فقط اللي يضيع الوقت، لا، حتى ترى هناك كبار السن ويعني جميع فئات المجتمع عندهم ضياع الوقت. ولكن الموضوع هنا إيش؟ بأنه هل نسأل أنفسنا دائما سؤال: هل نحن نعرف قيمة الوقت ولا لا؟ يا أخي يقول لك إيه أنا أعرف قيمة الوقت، يعني وممكن يرمي لك كلمة جزافة يقول لك إيه يعني. لا، إيش الإنسان اللي يعرف قيمة الوقت لا يضيعه. لا يوجد إنسان يعرف قيمة الوقت ويضيعه. أو يجيك شخص آخر يقول لك والله أنا مشغول ما عندي وقت، تلاقيه ماسك الجوال.
طب ما عندك وقت يعني. هل مثلا الناجحين يعني الذين كانوا خلفنا، ابدا من النبي صلى الله عليه وسلم الى ما وصلنا اليه الان، يعني كانت ايامهم 50 ساعه، يعني ما هم هي 24 ساعه كانت موجوده عندهم. هي 24 مع ساعة. ان هذه ترى حكمه ترى منتشره كثير، وهي ترى بسيطه. يعني تقول واحد يقول لي ما عندك، يقول لك ترى جميع من سبقوك من الناجحين كان لديهم 24. انا ما ادري من هي المقوله دي، ولا يقول لك كلهم 24 ساعه. ولكن ايش اللي يميز هؤلاء؟ بان هؤلاء قسموا اوقاتهم. تعرف قاعده 8 هذه واحده من ضمن القواعد الموجوده. سمعت فيها ايه؟ يقول لك 8 شو اسمه للنوم، و8 للعمل، و8 انت حر فيها، تستخدم فيها الرياضه، تستخدم فيها شو اسمه تقضي اوقات مع اهلك مع اصدقائك ايا كان، يعني انت حر فيها. جميل. وفي قواعد ثانيه كثيره جدا. ولكن ايش اللي خلى هؤلاء الناس الناجحين سابقا؟ لانهم إيش؟ قدروا هذا الوقت، جميل. عرفوا قيمته. فصار من الصعب انك تجي تسرق وقتي. يعني انا الان بالنسبه لي تقديري لذاتي وتقديري لوقتي هو ثمين، فانا لن اسلمه اي احد. فانت من الصعب انك تجي تسرق مني دقائق. مشغول، انا مشغول بما ينفعني، مشغول. ولكن هذا الكلام اذا جيت تطبقه في الوقت الحالي ما هو موجود اصلا الا عند الندر. جميل. اي ما هو لانه يعني انت مهما عصرت نفسك في العلم ومدري ايش، الا انك سيكون في وقت. الجميع الان عنده وقت فراغ. ما في انسان ترى مشغول 24 ساعه الا يعني نادر. انت حتلقى لك ساعه ساعتين في اليوم يعني. ولكن هو طريقه التوزيع وطريقه فهم هذا الوقت هو ثمين بالنسبه لك. انت عندك الان ساعات عمل، ركز. والشيء المهم في هذا انك انت الان في انشغالك في الساعات اللي انت محددها، انشغل بالشيء نفسه، لا تشتت مخك في عده امور. الان انا طالع مثلا مع هذه الوجيه الطيبه افتراضا مثلا، جميل. جالس في احد المقاهي، خلاص اعطي هذه الجلسه حقها، لا تدخل كل شيء بتمسك لا جوالك. تغلطها بالجوال. جميل. وانا اتكلم عن نفسي. في احد المرات احيانا انا طبعا من النوعيات صراحه اللي احيانا اقفل من الجوال، خلاص انقرف منه ارميه تماما، اطلع كذا يعني اعرف ان مشواري بياخذ 3-4 ساعات، ما اخذ جوالي. خلاص انا كذا يعني ما ابغى ازعاج، ما ابغى رسائل، وفي احيانا كذا محادثات ما تبغى نفسيا، ارمي الجوال اطلع. والله يا اخي هذه عافيه صراحه يعني. جدا والله ارجع يعني وانا مبسوط. حدثنا عن تجربتك الشخصيه يعني. والله انا اسويها كثير. عمار طبعا يشهد الكلام هذا معي كثير. إيه. احيانا اكون في البيت جالس، يدق علي احد الزملاء، والله اخي كيف حالك، مدري ايش الوقت مناسب عندك، واحنا طالعين مثلا. وين والله يا اخي ناخذ علومك والى اخره. خلاص على بركه الله. جوالي طبعا اللي يزيد حماسا اني اتركه يوم يكون ما في شاحن. انا اعطيك بكل بساطه والله. حاجه مثلا اني يكون 10 اقول خلاص خليني انا اصلا لو اخذته بانشغل، لاني عارف انا هي بيتكلم من هنا، وانا اصلا في بالي قضيه ابغى اكلم هذا وما ادري ايش. فانا اصفي ذهني في ال4 ساعات هذه للناس الموجوده حبا اخلاصا، بس اني انا احب اني اعطي. خلاص انا الان في هذا الشيء احاول ان انا اعطيه كامل جهدي. جميل. رائع جدا. اترك الجوال. وغالبا انا كذاتي لا اترك الجوال الا يكون في عندي مشكله ما ابغى اشوفها، او اني ابغى اتخلص من امر معين، فاتركه. خلال 4 ساعات اكون وانا جالس المخ شغال، لا اكفيك سر يعني شغال في القضيه. فمع صفاء الذهن والله اتكلم عن واقع تجربه من تجربه. إيه الى يوم اترك الجوال وارجع واجد حل للمشكله اللي انا تركتها، لاني انا ماني منشغل بهذا. انا اكون اسولف مع عبد الرحمن مع عمار والى اخره، في كلام، ولكن مخي انا شغال في القضيه ذيك، فانا مخي اصلا صافي. فاجي ارجع البيت بعد 4 ساعات، اولا القى شاحني 100، ابدا امسك الاقي ان مخي برمج على الرساله اللي انا ابغى احلها، والحمد لله بتوفيق الله خلاص انا قدني حل الموضوع ده. ما شاء الله. اي الحمد لله. ما شاء الله. فهمت؟ فهذه تجربتك الشخصيه. هذه تجربتي الشخصيه. نرجع للموضوع من اول، هو انه لابد الانسان يكون واعي بقيمه الوقت عشان يعرف هل لمن يسلم وقته، واذا قسم وقته لابد انه يخلص في الشيء. فيعني ترى يعني انا والله ما بقول من الظلم، ولكن يعني من عدم الادب بانك انت ما تعطي
يعني ما يعني تخلي الجوال يسرق اللحظات الجميله حتى في داخل منزلك. انت الان جالس مثلا مع الاهل، مع الام، مع الاب، لا تخلي الجوال ياخذ من وقتك. انت الان هذا الوقت حاطه لي شو اسمه للنادي، نادي، ما ممكن انت قاعد تتمرن لي وقاعد تشوف على السناب، لا ما خلاص اترك ذا هنا. الان اشتغل بالتمرين، انا وقت العمل اشتغل بالعمل. اوكي الجوال يساعدك، نعم، يعني في النادي قد مثلا تسمع اناشيد، تتابع مثلا بودكاست مفيد، حاجه زي كذا، تابع قضيه رأي، فهو تتابعنا، عرفت قضيه تشوف لك عنوان مناسب. نعم. وفي البيت ممكن يعني في البيت غالبا ما يعني ما يكون في استخدام كثير، كانت جلسه مع الاهل وكذا، لانه ترى صارت الناس ترى تشتكي من هذا الموضوع. يقول لك الان صاروا الجلسات العائليه الاب صار يشتكي. كنت اسمع واحد يقول، كانت في نكته هي، يقول خلاص اتركوا جوالاتكم، احنا نجتمع مع جوالاتكم وانتم اجلسوا في غرفكم، لانه الجسد يكون حاضر ولكن القلب مو حاضر. صح، فهمت علي؟ للاسف. فهو القضيه كبرى، هو هل نحن عندنا وعي بهذا الوقت؟ هل نحن قدرناه ولا لا؟ هذا هو الموضوع اللي يلخص كيفيه التعامل مع الوقت، وكيفيه اداره الوقت، وكيفيه اعطاء وقتي لمن، ومن هذا القبيل. جميل. انا امس كنت اتابع مقطع تهريجا عن النقطه اللي ذكرت. نعم. واحد يتحدث عن حاجه اسمها وهم الانشغال، وهي يعني آفة تصيب بعض الناس اللي يعتقد انه مشغول هو فاضي. وهذه دائما يعني تلقاها عند الاشخاص اللي مخهم يعني شغال، ولكن هو مو قاعد يعني يسوي اي جهد بدني او اي جهد حقيقي، او ما قاعد يحل المشكله. فتلقاه يشتغل 3 ساعات 4 ساعات ويفكر 3 4 ساعات بالشغل اللي هو سواه. تلقاه مثلا يدرس 3 4 ساعات، وفي 3 4 ساعات الثانيه مخه يفكر، يقول هل انا درست زين؟ طب هل في معلومه فاتتني؟ فايش؟ فمخه 24 ساعه تلقاه شغال، اما انه شغال فعليا بالقضيه اللي هو يفكر فيها، او انه قاعد يفكر فيها. وهذا يسمونه وهم الانشغال. وحله هو ذكر ايضا المشكله والحل، حلها انك انت يعني تصارح نفسك، هل انا فعلا قاعد اقوم بمهمه معينه؟ مثلا انا الحين قاعد افكر في النقطه دي، هل انا فعلا قاعد اقوم؟ اذا نعم اكتب مباشره، اكتب انت ايش قاعد تفكر فيه. اول ما تبدا تكتب تجد انك انت ما قاعد تفكر بشيء معين، يا دوب يعني اذا انت مره كنت فعليا قاعد تشتغل فحتكتب نقطتين الى 3 نقاط، لن تكتب اكثر من ذلك. ثم ايش؟ يعني تكتشف انك انت اصلا كنت واهم انك انت منشغل، وهذا مما ايضا يسبب مضيعه كبيره للوقت. اشكر لك اخي انس، الله يكرمك، هذا الطرح الجميل الذي اعتدنا عليه. اشكر لك اخي عمار على هذه الكلمات الطيبات، الله يبارك فيك. وايضا الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه والانصات. نشكر لكم دعمكم المستمر، ويعني ننتظركم باذن الله تعالى من كل اسبوع في نفس التوقيت على شبكه سلام الاعلاميه. والى ذلك حين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. المجد صرح وللإبداع رواد، وفي الشباب يكون الخير وقاد. للمجد صرح